السلام عليكم. النهارده هنعمل مسقعه كده سهله وحلوه قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. نخش على المكونات ونشوف معانا ايه. معايا بتنجان، ده حوالي كيلو. خلاص غسلته وهقطعه، اقشره كده تقشيره كده من الجنب، مش هقشره كله. لو عايزه تقشريه كله ده حاجه ترجعلك، بس انا هقشره كده تقشيره كده من الجنب، من هنا ومن هنا، وهخرطه زي ما انتم شايفين كده. هقطعه مكعبات، هعملها زي بتاعه المطاعم، بس طبعا احلى من بتاعه المطاعم بكتير. لما بقطعه التقطيع ديت بيخليني انجز في القلي بتاعه. هحط هنا دي ميه عاديه خالص. طبعا كده بعد ما قطعته كله هحط عليه ميه، وهحط حبه ملح، وهسيبه منقوع كده حوالي نص ساعه ينزل كل اللي فيه. هعمل بقى الدقه بتاعتي. معايا ملح، ومعايا فصين توم كبار هدقهم، وبعد كده هرجع ادق قرن الفلفل. هخش بقى على الصلصه بتاعتنا. هحط زيت، ما تكتريش زيت علشان طبعا البتنجان برضو هيبقى فيه زيت، مش هيبقى شارب قوي زيت، بس برضو هيبقى فيه زيت. هحط كده حبه صغيرين. طبعا بعد ما دقيت الثوم بتاعي مع قرن فلفل وحبه الملح. هتقولي انا ما حطيتش قرن فلفل ليه وانا بدق التومه مش هتدقي معاكي حلو، فلازم تدقي التوم الاول، وبعد كده حطي قرن فلفل قطعيه ودقيه. خلاص هتصفر التومه تصفر، بس يا بنات التومه تصفر. انا بقول لكم هنا هحط خل، ربع كوبايه من الخل. طبعا محضره كده الخل في كوبايه، ودي ليمونه. خلاص جربوا يا بنات، عصير الليمون في المسقعه هيبقى حلو قوي قوي. جربوا وهتعجبكم ان شاء الله. هنا ده طماطم انا بشراها، مش فرماها في الخلاط، لا انا بشراها في المبشره. طبعا لو هتضربيها عادي براحتك، بس هي بتبقى احلى لما بتبشريها بالمبشره، او بتقطعي كده صغير بالسكينه. خلاص اول ما التومه تصفر هنزل بربع كوبايه من الخل، وهنا عصرت الليمونه طبعا وصفيتها، وانزل برضو مع الخل وتغلي غلوة. وهنزل بعصير الطماطم. هنا حطيت معلقة صغيرة من السكر، دي ضروري قوي علشان خاطر الحموضة بتاعت الطماطم. اول ما تغلي غلوة كده هنزل بالطماطم. ده حوالي كيلو من الطماطم، المسقعة بتحب الطماطم. خلاص برضو هسيبها كده، اول ما هتغلي هوطي عليها تتسبك مع نفسها. هنا بقى هاجي اقلل الحاجة بتاعت المسقعة بتاعتي. طبعا حطيت الصينية كده الناحية التانية، وقلت عقبال ما تتسبك اكون انا قليت البتنجان والحاجة. حطيت هنا رشة ملح على الزيت عشان خاطر ما يقعدش يطرطش. ويا بنات اللي بيقولوا يحطوا خل، لا اوعوا تحطوا خل، الخل هيقعد يطرطش اكنك حاطه ميه، واكتر كمان الخل هيبهدل الدنيا. وما تجربوش التجربه ديت، عشان انا جربتها لقيتها وحشه جدا. لكن الملح حلو قوي، ما بيخليش الزيت يطرطش كتير، هو بيطرطش بسيط قوي، علشان برضو اكون صادقه معاكم. هنا حطيت كده البطاطس، هحمرها الاول، وبعد كده بعد ما هتتحمر هعمل بقى البتنجان وهعمل الفلفل براحتي. طبعا انا غسلت الفلفل وقطعته حامي على بارد براحتك. خلاص هنا بقى هحيق الصلصه بتاعتي واظبطها عشان خاطر تبقى الملح بتاعها مظبوط. حطيت ملح وحطيت كمون، بس ما حطيتش حاجه تاني. برضو هنا قليت بقى البتنجان والفلفل بتاعي. هنزل كده بقى بالبتنجان والفلفل والبطاطس. المسقعه دي هتعجبكم قوي قوي يا بنات، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو في اي حاجه قولوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هجاوب عليها، مش هتاخر عليكم. طبعا هنا بقى كده هحط المكونات وهقلب كده شويه، هغطيها. انا كنت حايشه حبه من التسبيكه، قلت عشان خاطر احطهم على وش المسقعه. هتاخد غلوه واحده بس، وهحطها بعد كده في فرن البوتاجاز على نار متوسطه.
تاخد كده تاخد شوية في فرن البوتاجاز حوالي 10 دقايق، وبعد كده خلاص بطلعها، ودي المسقعة بتاعتي.